السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع. جاي لكم فيديو جديد. ما تنسوش صلوا على الحبيب ويلا بينا. جاي لكم النهارده فيديو جديد. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب. جاي اكلمكم النهارده عن السجاير او بصفه عامه التدخين. الناس اللي بتدخن كتير او زي ما اتكلمنا وزي ما كنا بنتكلم من شويه عن السجاير. زي معظم الناس اللي بتشرب السجاير في اليوم اكتر من علبتين او 3 علب سجاير. تشرب 5 و7 8 علب سجاير. دول الناس اللي بتبقى ايه حريفة سجاير. هم ما يعرفوش ايه الخطر او ايه المصيبة الكبيرة اللي ممكن تعمل لهم السجاير في أزمة لما يستمروا عليها. حتى لو بطلوها، السجاير ممكن تعمل ايه؟ هقول لك. اول حاجة، السجاير ممكن تجيب لك سرطان الرئة، اللي هي الاحتقان الحتة دي. تمام. وايه هو السرطان بتاع الرئة؟ بتخليك تقعد تكح كتير وانت ما بتشرب السجاير كده على فترات. الرئة بتاعتك بدل ما تكون لونها الطبيعي اللون الأحمر، لونها بيتغير تدريجي من كتر ما بتشرب السيجارة أو باكو السيجارة، العلبة اللي انت بتشربها على مدار اليوم. فيكون التغير اللي هيحصل للرئة بتاعتك من اللون الأحمر للون اسود بلاك، تخلي اللون بتاع الرئة بتاعتك تقعد تكح علشان تطلع البلغم اللي على صدرك كله، علشان من كتر السجاير اللي بتشربها. طب وليه تشرب السجاير اللي تخلي معدتك وتخلي صدرك وتخلي اعصابك كلها تسيب؟ يقول لك اتعودت عليها مش قادر ابطلها، مش جاي اقول لك. السجاير دي تكون لازمات في حالتين. الحالة الأولانية، لو انت فضلت مستمر على السجاير دي من صغرك وما كنتش بتلعب اي رياضة وكنت لسه بتحب السجاير، فالسجاير مش هتسيبك. الا في حالة واحدة، لو انت فضلت تسيب السيجارة تدريجيا من مثلا بدل ما كنت بتجيب 3 علب سجاير في اليوم، تجيب علبتين، تجيب علبة، تجيب سيجارتين فرد، تجيب سيجارة مرة في مرة، هتلاقي السجاير ما عادش عايز تجيبها. اما لو انت مش عايز عايز تجيب السجاير على طول ومش عايز توقفها، فده يأذيك اكتر. يأذيك اكتر ازاي؟ اكتر ما هي مأذياك. ما هي الكحه اللي انت بتكحها دي مش كحه عاديه، عشان ده بتسبب في التهاب في الرئه. والسرطان بتاع الرئه زي ما احنا كنا قلنا من شويه، ده بتسببه السجاير. كان معاكم عبد الرحمن ربيع. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان افيدكم فيديوهات جديده. سلام.